ثبت فوز السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني في الانتخابات الرئاسية ليوم 7 سبتمبر الجاري، يطيب لي أن أتقدم له باسمكم جميعا بأحر التهاني والتبريكات على الثقة المتجددة التي وضع فيه الشعب الجزائري لقيادة البلاد لعهدة ثانية ومواصلة مسار بناء الجزائر الجديدة. وأؤكد له أننا عازمون في الجيش الوطني الشعبي من أجل تعزيز أمن واستقرار بلادنا حتى يكون قادرا على التصدي لكافة التهديدات وردع